السلام لي في ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جات لكم فيديو جديد. لا فيديو تاع اليوم اللي هو راح نشارك معاكم وصفات رمضانيه واطباق جديده، يعني راح تحتاجوها بزاف يعني في رمضان. بسم الله لا بركة الله. نبداو بلا فيديو تاع اليوم. كما راكم تشوفوا دوكا راني عطيتكم مقتطفات من طابلة تاع رمضان، كيفاش تجي، كيفاش يعني كما نقولوا حنايا كما تعرفوا رمضان شهر مميز، كما نقولوا حنا شهر العباده والصوم. المهم سما لازم حنا كي نصومو بعدا لازم نفطروا على حاجه كما نقولوا حنا تكون نظيفه باهيه بنينه وتشبعنا. بسم الله لا بارك الله. نبدا اول حاجه راح نقول نشارككم بوصفه تاع لا سوب تاع شيفليغ. دوكا البنات اول حاجه عندنا كما نقولوا حنايا البوبيطه ولا الكاسوره اللي حنطيبوا فيها، ندير فيها زيت زيتون. عندنا هنا شيفليغ، عندنا بصله، عندنا بطاطا زروديه، وعندنا لي زيبيس اللي هي راس الحانوت، الملح، الفلفل الكحل والكركم والزنجبيل. كما راكم تشوفوا البنات هنا هذوما الخضر تاعنا اللي نحتاجهم. هنا حبه بصله تكون صغيره باك، ولا كما نقولوا حنا نص حبه بصله تحكموا تقصوها بهذا الشكل. عندنا هنا شيفليغ ما نكثروش بزاف. هنا شيفليغ كما نقولوا حنا نديرو كما نقولوا حنا حبات برك. كما شويه كيفاش كما نقولوا حنا قصو مش حبات، كما نقولوا شو دوك راكم فهمتوني. كما نقولوا حنا شيفليغ. المهم راكم شو كيفاش راني درت. اول حاجه اللي نديروها واللي هي بسم الله، اول حاجه كما قلت لكم نقليو البصل، نزيدوا عليها الزروديه والبطاطا كما هذا واش في بهذه الطريقه راح نديوه. هنا كما تشوفوا انا ديت هنايا شوفوا البنات واحد ست كما نقولوا حنا حبات ولا بزاف. هنايا حبه بطاطا، نقولوا 3 حبات صغير كما نقولوا حنا 3 ولا 2 حبات زروديه، ماشي بزاف. ونقعدوا هنايا كما نقولوا حنا نقلبوهم مليح في زيت الزيتون. النار تكون هاديه برك. حاولوا انكم تبغوا طيبوا لا السوب ولا شي حاجه تكون النار هاديه. هنا كما راكم تشوفوا كما نقولوا هذا الشيفليغ تاعنا مش تاع انا شوفوا قد ما البنات حطيت، يعني كما نقولوا بصراحه شيفليغ حبه شيفليغ هكا صغيره هنا قصيناها هكا بهذه الطريقه حطيناه. ومن بعد نوليو هنا نكملوا نقليوهم بهذه الطريقه. ونسق عليها ونخليها تتقلى بعقلها كما نقولوا حنا برحمه ربي. ومن بعد هنا البنات واش نديرو، انا قاعده نولي نحرك. انا كما نقولوا خليوها تتقلى تاسات نحركوها. يعني كل ما يعني يتقلى لكم الخضر راح تكون يعني تجيكم هذا هو السر وصفه لا سوب تاع الشيفليغ تاع اليوم. يعني هانكم تخلي تنقصوا النار وتخليوها تتقلى بعقلها. يعني من الاحسن حاولوا انكم تطيبوا فيها لا سوب راكش معفسه، حاولوا انكم سورتو لا سوب ديروا فيها زيت زيتون يعني احسن. ولات مش متوفرة في الدار عادي تقدروا تستعملوا الزيت العادي. وكما راكم تشوفوا هاني يعني كما نقولوا كل دقيقه ونعاود نحرك. يعني البنات بلا ما نشرح عن بالي بلي راكم فاهمين. انا لي زيبيس كما قلت لكم عندي كركم، زنجبيل، الملح، الفلفل الكحل، راس الحانوت. هذا هما لي زيبيس تاعي. دوك راني حطيتهم وراني دوك نولي نخلطهم كما نقولوا باش مع كامل الخضار تاعي لي كيم. ومن بعد نوليو هنا البنات نزيد عليها الماء كما راكم تشوفوني حطيت الطاوه تاعي تغلي. يعني حاولوا انكم الماء تبغوا ديروه سخون. هذه هي سوب اقتصادية غير بالخضار، يعني ما فيهاش دجاج، ما فيها لا سكالوب لا لا فيانداشي لا والو، فيها غير الخضار اللي ليكي. كما راكم تشوفون انا درت غرفه كبيره تاع الفرماج فرماج، وثاني درت البنات لا كريم فريش. هنا كما راكم تشوفون وليو هنا البنات نجيبوا برا ميكسور تاعنا ورنا كما نقولوا حنايا نوليو نديرو به ميكسيوها مليح. هنا لازم كما نقول ميكسيوها مليح لدرجه يعني ما يكونش الخضر كامل تكون ترحيونا. هنايا هذه هي خلصنا لاصوب تاعنا. دوكا نجي نوجدو الطبق نتاعنا دوزيام بلا. هنا عندي البنات بطاطا كنت قشرتها، هنا كما راكم تشوفون انا نقيتها نظفتها. ودوكا درت لها هذه في النص واش اسمه، هنا نحيت لها كما نقولوا حنا الحشوه تاعها في النص بهذه الطريقه. هنا كما راكم شفتوا البنات انا حبيت يعني كما نقول نعطيكم لحظه صمت لا خطر، يعني كما نقول كلش راهو باين، يعني بلا ما نظن نهدر. يعني راه كما تشوفوا هنايا عنا كما نقول انا نحيو فيا هذه البطاطا من الداخل بهذه الطريقه. يعني طريقه راهي سهله يعني ما فيها والو. البنات لا تجيبكم الفيديو تاع اليوم متنساوش تشتركوا في القناه، ديروا جيم وتخليوا لي تعليقاتكم الحلوه. ودوكا هنا البنات نحطوا البطاطا تاعنا مش رايحين نحطوها تغلي، نحطوها تفور بهذه الطريقه حتجينا طيبه ومليحه.
هنايا كما راكم شفتوا هنا بعد ما فارت لي هنا شتو البنات هذه تكسرت لي مي عادي. المهم هنا عندي هذا ثاني الكويس، هنا عندي الكويس واش اسمه، عندي كيما نقول احنا طرفت الكويس تاعي ثاني فورته. وهنا كما راكم تشوفوا هنا البطاطا تاعي، شوفوا هنا جبت البطاطا تاعي. هنا البنات راح نوجد لافارس تاع الحشوه نتاع البوراك نتاعي. هنا الحشوه تاع البوراك تاعي واش درت، هنا حبه بطاطا كنت فورتها مع البطاطا الاخرين اللي كنت راح ندير بها البلا. هنايا وحطيتها البنات كما نقولوها طيب. ومن بعد هنا كما راكم تشوفوا كيفاش حطيتها تقلى. هنا جيت نوجد الحشوه نتاعي الاولى نتاع البطاطا ديك البلا. وهنا واش درت الفيون داشي الفلفل البنات هنايا قصيته. وزدت هنايا درت المعدنوس تاعي بهذه الطريقه. ها هي وكنزيدوا عليها الملح. يعني البنات وصفات خفيفه ظريفه ما فيها والو. هنا زدت عليها الكركم وثاني زدت عليها الفلفل الكحل، يعني كما نقولوا لي زيبيس العاديه اللي دائما نستعملهم في الطبخ تاعنا. ونقعدوا نخلطوا المكونات تاعنا بهذه الطريقه. كما نقولوا نحب نحطوا الفيونداشي بجنس المكونات الفيونداشي مع الفلفل مع المعدنوس مع لي زيبيس. وكما راكم تشوفوا السوب تاعي البنات من هنا راهي طيب. كما نقولوا حنايا ماشي احنا طابت وخلصت، راح حطيتها من هنا بعد ما خلصت منها. عندي هذه البطاطا تاعي كما نقولوا حنايا راهي كما نقول البنات درت لها زيت زيتون وخليتها تقلى مليح. ومن بعد كانوا جيت ندير بعد ما وجدت الحشوه تاعي اللي حنحشي بها الدوزيام بلا تاع البطاطا. هنايا دوكا درت صلصه تاع الطماطم، انا نستعمل جامبو كما دائما نقول لكم. وثاني واش اسمه، هنا تحبوا ديروا كما نقولوا صلصه طماطم ولا تحبوا تخدموا طماطم على صوص تاعها عادي. وهنا البنات جبت البطاطا تاعي هنا حطيت الطرف تاعي الكويس، وهنا حطيت الفيانداش الفرماج رابي بهذه الطريقه. ومن بعد جيت حطيت الحشوه تاعي كما كنت انا البنات البلا هذا ما فيه والو. بعد طحطوها الفرن وجدوا الحشوه يعني 5 دقائق وحنا موجدين دزيام بلا. شنو نقول لكم البنات الصح في البنه، يعني بنتها خياليه. سيرتو اللي يحبوا هذو الاطباق وتاع البطاطا والفيانداشيو يعني راح تعجبهم. بعد سكراني زدت انا درت الفرماج رابي من فوقها يعني كما نقولوا للتزيين. بهذه الطريقه. ودوكا البنات زيناها زدت لها لمسه خاصه واللي هي زدت لها المعدنوس، يعني حيعطي طبق كما نقولوا حنايا هكا بنه وحيجيك وراح يجي مليح وباهي. دوكا حطيتها في الفرن طيب. دوكا انا البنات رجعت البوراك نتاعي للحشوه نتاعي. هنا البطاطا تاعي بعد ما طابت لي كما راكم تشوفوا وقليتها ثاني مليح. المهم زدت عليها هنايا سكالوب، يعني السكالوب تاعي كان ماشي طايب، السكالوب تاعي كان مش طايب البنات كما راكم تشوفوا فيه هني. انا البنات وليت حطيته على النار وزدت كما نقولوا غرفه كبيره تاع بصله، درت فيها ثاني المعدنوس وخليتهم اطيب عقلها. زدت عليها ثاني الملح والفلفل الكحل. ثاني البنات زدت عليها الكركم هذا مكان والزنجبيل، يعني الفلفل الكحل الملح الكركم الزنجبيل والحمار، يعني كامل لي زيبيس اللي متوفرين عندكم في الدار. يعني تقريبا لي زيبيس اللي متوفرين في الدار يعني اللي دائما كما نقولوا لي زيبيس المهمه اللي هي من الدار ما كما نقولوا احنا ما تنحيش كما الكركم الحمار الزنجبيل الفلفل الكحل الملح راس الحانوت، يعني كاينين بزاف. المهم انا البنات درت لي زيبيس تاعي وانا دوكا نقلي في نقلي فيها يعني مليح. ودوكا جيت للبوراك تاعي كما راكم تشوفوا كيفاش راني نقص فيه بهذه الطريقه، يعني بلا ما نشرح ونقعد نفهمكم راهي كلش واضح، يعني كما نقول صورت لكم كلش بالتفصيل الممل.
ونتمنى ان شاء الله يعني البنات تكون كما نقولوا احنا وصلتكم نفهمها فهمتوني واش راني نحكي لكم يعني كلش. لكن ما كنتش ما حبيتش تقسم مليح راني عاودت. ومن بعد البنات بعد ما قسمنا البوريك على النص دوكا كما نقولوا احنا النص هذاك نزيدو نقسموه. باش نقول لكم يعني هذه طريقه جديده وكما نقولوا حنايا حنا نحاولوا ان البوريك ما نقعدوش غير كما نقولوا حنايا البوريك نبقاو غير في نفسه نديروا مثلثات هذيك تصامسه ولا نديروا طويل. حاولت اني نجيب لكم حاجه جديده نبدلها معكم. كما راكم تشوفوا هنا البنات كما تعرفوا هذه هي الحشوه تاعي تقريبا اللي دائما نديرها في البوريك تاعي. واللي حابين حشوه اخرى نطاقه قدام الحشوه تاع البوريك وقدام طريقه تاع البوريك في القناه نتاعي. المهم انا البنات وليت درت لا كريم فريش الفرماج وزدت فرماج رابي ونحرك المكونات واش نقول لكم يعني جات بنه البطاطا مع السكالوب مع الفرماج لا كريم فريش وليزيبيس بنات والمعدنوس واش نقول لكم راهي بنه. يعني كان اللي يحبوا انهم يديروا له لوفيان داشي بصح انا يعني صراحه نحبوا البوريك بالسكالوب. المهم بعد نوليو نحركوا هنا المكونات تاعنا. هنا كما كنتو راهي كانت وجدت لي الحشوه تاعي تاع البوريك. يعني كما نقولوا احنا في رمضان حلو انا دائما نبدلوا طريقه البوريك نبدلوا يعني قد الطريقه كما نقولوا احنا في الماكله هكا كما نقولوها كل يوم تجينا طابله كما نقولوا احنا فيها ماكله بنينه وحاجه كما نقولوا احنا نحبوها يعني تناكلوها ما نفسدوش. وهذه هي انا البنات دوكا نحطوا الحشوه تاعنا الحشوه كما راكم شفتوا ويعني ركزوا مليح الطريقه اللي راني راح نديرها معكم. هنا نجيبوا هذا الطرف تاع البوريك كما نقولوا حنايا ونحطوه ومن بعد نزيدوا نلموا هذه الحباشي تاعها كما راكم شفتوا كيفاش راني طبقتها. ومن بعد نوليو هنا البنات نوليو ندوره راح يجي البوريك تاعنا هنا البنات صغير وانيق يعني كما راكم تشوفوا انا ندربي حاجه كتبت صغيره وهكا تكون تجيبه هي. انا ثاني راح نعاود معكم طريقه يعني باكي ما نقولوها راح تشوفوا مليح يعني سهله ما فيها والو. شوفوا البنات حطوا الحشوه نهزوا الطرف هذاك المثلث نتاعنا نزيدوا الحشوه تشوفوا ولات بزاف ولا كما نقولوا حنايا قليله ولا نهزوا الطرف هذاك المثلث نحطوه وندوروا. من بعد نولي نهزوا هذه الحاشيه البنات صحه مع الحاشيه نسكروها ونعاودوا نكملوا ندوروا. هنا راح يجي يعني كما نقولوا راح تحصلوا على بوراكه صغيره كما نقولوا احنا نص بوراكه بصح هكاك البنات بعد كي تستقلها وتحط في صحن تقديم راح يعطي شكل باهي وروعه. انا دوكا جيت نوجد السلطه نتاعي كما راكم تشوفوا السلطه تكون راح ندير شي فلوغ البطراف وثاني الزروديه الخيار والسلطه ولا هنايا الرز كما نقولوا احنا ماستبين. انا وزدت لها كما نقولوا احنا لاصوص تاع السلطه وهنايا ثاني المايونيز يعني كما نقولوا السلطه ما عنديش واش راح نشرح لكم فيها البنات يعني كما نقولوا راح كلش تلاحظوه وتشوفوه. دوكا انا جيت شكلتها كما نقولوا احنا شكلت الرز تاعنا ويعني حبيت اني نشارككم كما نقولوا احنا كيفاش راح نزين السلطه تاعي يعني بهكا تزوتو مثلا افكار في رمضان يعني سلطه مش احنا نبقاو حاكمين 30 يوم وحنا من نفس طبسيس السلطه لازم نحاولوا ان نديكوريو فيه نبدلو فيه نديرو حوايج كما نقولوا نزيدو حاجه نقصو حاجه يعني هكا باش كما نقولوا 30 يوم ما نملوش من نفس الحاجه نحاولوا ان نبدلو كما تعرفوا يعني هذو الحوايج اساسيين. هنا هذا هو الصحن التقديم تاعي اللي كنت درتو تاع سلطه يعني نتمنى ان شاء الله ثاني يكون عجبكم البنات ونتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الوصفات تاع اليوم وكانوا فادوكم يعني وتكونوا كما نقولوا هزوا افكار واش راح نديروا في رمضان. انا كما تعرفوا هنايا حاولت اني نستغل الايام اللي صمناهم اني كما نقول ندير طاوله رمضانيه حاولت اني نفيدكم بافكار هكا حوايج خفيفه كما كنت يعني حوايج اقتصاديه خفيف يعني ما فيهم والو ما يحكموش يعني كامل الوقت وحاجه يعني كما نقولوا احنا كامل نطيبوها وكما نحبوها يعني كما نقولوا كما الكراتان تاع بطاطا ولا داك طبق دوزيام بلا تاع بطاطا يعني كما نقولوا البوريك لا سوب يعني هذا كامل احنا كما نقولوا احنا نحبوه يعني قليل تلقى واحد ما يحبش هذا الحوايج. وقال هنا نوليو للبوراك تاعنا. هنا البوراك تاعنا واش درت له هنايا عندي هنايا البيض لا شابلور. هنا اول حاجه كما نقول خلط البيضه تاعي نحط البوراك تاعي في البيض من بعد نحطها في لا شابلور
أنا كيما قلت لكم يعني البوريك تاعي البنات بصح شو نقول لكم جا قمة في كيما نقولوا احنا في قمة الخيال، يعني جا روعة. يعني البنات سواء من البنة من الشكل يعني من كل شيء، حتى تحطوه في صحن تقديم وشكلكم روعة. يعني حتى انكم تعرضوا الناس في رمضان وديروا لهم هذا البوريك، يعني راح كما يقولها راح يجيكم شيعة وشبع. انا من بعد وليت هنا البنات صراحة جربت هذه شو اسمه التحلية تاعي، نسيت اسمها البنات. المهم انا جربتها، شوفوا شو نقولكم جات بنا. اللي عجبته مثل يخلي لي تعليقات كما نقولوا هاي رأيه في التعليقات، اذا حبيتوا نطلقها لكم في القناة. انا البنات بعد ما طيبت البوريك تاعي البيتزا، انا كيما كمشوا الطابله تاعي كيفاش جات الله يبارك معمره من ساسها راسها. يعني حتى تحطوا تكونوا حاطين سيرفيس في الطابله والطابله تكون معمره، يعني كيما نقولوا احنا فيها كامل لي كولير، يعني من سلطه من لاسوب من البوريك راح تجيكم البنات روعه. كما راكم تشوفوا هذه لاسوب تاعي البوريك تاعي كيفاش طاب، يعني الشكل كما نقولوا احنا عادي المدور، ولا اللي جاي شكل سامسا كما نقولوا احنا مثلثات. هذه السلطه تاعي هنا البنات جي دوكتو جا بينا البيتزا والحميس والطبق دوزيام بلان تاع البطاطا. شوفوا البنات بسم الله ما شاء الله جابلنا. وهنا اللي حابه وصفه البيتزا ما غات تكتب في كومنتير بربي ان شاء الله حنشاركها معكم. يعني جات وصفه البيتزا خفيفه ظريفه، حتى لاباط تاعها يعني النوع تاعها خفيف وبنه. وش نقولكم يعني جربوها وخلوا لي تعليقاتكم رايكم في التعليقات، وشاهدكم في الجنة من ان شاء الله تلقاكم فيديو جديد بالصحه والعافيه. وثاني البنات ما تنسوش تشتركوا في القناه، ديروا جيم، تخلوا تعليقاتكم الحلوه، وباي. دمتم في رعايه الله.